كان بيحبها جدًا، ودايمًا كان بيقول لها: "أنتِ اللي حسستيني إني فعلًا راجل." بس في لحظة كل حاجة اتغيّرت، خلع دبلته، سابها ومشى. قال لها: "ما فيش سبب معيّن، بس قلبي خلاص ما بقاش عايزِك." اللي حصل بعد كده مش طبيعي ومش خيال، دي قصة حقيقية لو سمعتها هتقوم تصلّي على النبي دلوقتي حالًا. قصتنا النهارده عن مصطفى وإيمان. مصطفى شاب هادي، إيمان بنت متدينة، اتقابلوا في الكلية، اتخطبوا واتجوزوا جواز بسيط، شقة إيجار، أجهزة تقريبا مستعملة، بس هما الاتنين كانوا راضيين ومبسوطين. بعديها بسنتين ربنا رزقهم بليلى. مرت 6 سنين على الجواز بشكل طبيعي جدا وبمنتهى المودة والرحمة، بس في السنة ال7 مصطفى بدأ يتغير. بتقولي كلامه قل، ضحكته اختفت، الموبايل وهو في البيت دايما في وضع الطيران، بقى بيتخانق على أي سبب وعلى حاجات ملهاش أي لازمة. وفي مرة قالت له: "لو في حد تاني قول، بس ما تخليش الشك ياكل قلبي." رد وقال لها: "مفيش حد، أنا زهقت منك ومن الكلام ده." وخرج وسابها. في يوم رجع متأخر جدا وتقريبا كان مش متزن، قال لها: "أنا مش قادر، أنا بحب واحدة تانية." طبعًا من كمية الحب اللي هي كانت فيها انهارت لدرجة إن هي مسكت رجليه وقعدت تعيط، قالت له: "أنا مش هاقدر أستغنى عنك، بنتك بتسأل عليك كل يوم، ما ينفعش تسيبها." قال لها بمنتهى الهدوء: "أنتِ ست كويسة جدًا، بس خلاص أنا مش عايزِك." وساب البيت ومشى. بقت تقريبًا بتنام على الأرض، جسمها خس جدًا، شعرها شبه كله وقع. بتقول لي كانت بتقعد تبُص على صورهم على الموبايل كل يوم وتبكي. ليلى طبعًا كانت بتسأل على باباها كل يوم ما جاش ليه. الست في يوم من كتر الضغط أغمى عليها قدام حوض الحمام، قعدت تنزف، راحت للدكتور وعرف إن هي عندها ضغط كبير أوي. حتى جارتها كل أمّا تشوفها بتقول اللي هي بتفضل قاعدة قدام السبحة وساكتة. نصحوها كذا حد اللي هي تروح لشيخ، راحت لشيخ وحكت له كل القصة وقالت له: "أنا مش عايزة أدعي عليه، بس أنا قلبي بيتوجع، أعمل إيه؟" قال لها: "يا بنتي خلّيها على الله، اعملي مع المواظبة على الصلاة حاجة واحدة بس، صلّي على النبي، صلّي على النبي الصلاة الإبراهيمية 100 مرة بعد الفجر و100 مرة بعد العشا كل يوم، بنية إن لو في خير يرجع ولو في شر يشيله من قلبِك." وفعلًا هي كانت كل يوم تصحى قبل الفجر، تتوضّى وتصلّي ركعتين وتمسك السبحة وتقول الصلاة الإبراهيمية. أسبوع ورا أسبوع كانت بتحس براحة، مشاعرها بدأت تهدى، بس لسه قلبها موجوع. وفي يوم الفجر تقريبًا جالها مسج من الواتساب مكتوب فيها: "إيمان إزيِك، ليلى عاملة إيه؟" طبعًا من مصطفى. فضلت تبُص للموبايل ساعة كاملة، ردِّت وقالت: "الحمد لله، ربنا يهدي الجميع." اتلخبطت جدًا واتلخبطت أكتر لإن هو ما بعتش حاجة بعد كده. رجعت للسبحة تاني وفضلت تقول الصلاة الإبراهيمية تاني. طبعًا بعد ما رجعوا مصطفى حكى لها إن في الليلة دي حلم إن هو كان في بحر ضلمة وعمّال يجري وصوت بنته بتقول: "بابا، ماما بتدعي لك، ارجع." صحى مفزوع، كان أول مرة يحس إنه تايه، وساعتها بيقول لها إن هو فعلًا في الساعة دي قرر إن هو يسيب كل حاجة ويرجع لها. لبس هدومه وراح فعلًا البيت. إيمان فتحت وقال لها تسامحه. طبعًا ليلى قعدت تعيط والزوجة اللي بتحكي الموقف قعدت تعيط. قعد معاهم يومين متواصلين، حكى لهم إن هو أكنه كان في غيبوبة وصحى. قعدت برضه كمّلت تصلّي على النبي الصلاة الإبراهيمية بعد ما هُم رجعوا لبعض.
بدأ يروحوا دروس دينية مع بعض، رجع يصلي تاني، يهتم ببنته تاني، وفضل يكتب لها ورقة صغيرة في ويحطها في جيبها مكتوب فيها بابا بيحبك وبيحب ماما عشان هي بتحبه في الوقت إن هو ما بقاش يحب في نفسه. كده القصة خلصت. عايزة بس أقولكوا إن الصلاة الإبراهيمية مش مجرد ذكر، دي مفتاح لقلوب، سلاح للي ساكت، دعاء لأي حد منهار. مفيش خيانة أقوى من بركة الصلاة على النبي. اللي بيظلمك ممكن يهرب، بس دعوة حقيقية في الليل ممكن ترجعه باكي ومكسور. جرب تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقولي في الكومنتات إيه اللي هيتغير بعد كده.